الحقيقة الحكومة التونسية أو السلطات التونسية الآن تعلق كل مشاكل تونس على المشرب الليبي، من ويقولون خلال التصريحات خاصة. ليبيا طبعا ليبيا ما فيهاش دولة، ليبيا ما فيها حكومتان، ليبيا. طيب هذا شيء ليس جديد، نحن نعرف أن ليبيا دولة مستباحة منذ عام 2012، يعني يدخلها كل من هب ودب. هذه معروفة، ليست محتاجة للسيد الباجي قائد السبسي حتى يذكرنا بها في كل خطاب ويلقيها في كل مناسبة وبدون مناسبة. أنا الذي أتوقعه من رئيس تونس كيف معالجة مسألة الإرهاب. أنك تبني جدار لتونس، طيب جيد، جرب هذا الجدار، لكن هل هذا الجدار منع الإرهابيون التونسيون في 2012 بعد موقعة جامع الفتح في تونس؟ وأعود إلى هذه الموقعة بالتحديد لأن هنا بدأ الخلل وهنا بدأ الداء. أبو عياط كان في جامع الفتح في تونس في 17 سبتمبر 2012، وتباحث حين ذاك الساسة التونسيون للخروج من هذه الورطة وتجنبوا المذبحة، وكأنهم يقولون لا نريد مذبحة في تونس، اذهب يا أبو عياط بكل هؤلاء الجزارين إلى ليبيا واذبح الليبيون هناك، ثم تسلح وتدرب في ليبيا وعد إلى تونس لمزيد من المذابح في تونس. وهذا هو الواقع أنه من 2012 الحقيقة في تونس في قوة في تونس تصدر الإرهاب إلى ليبيا. الإرهاب دخل إلى ليبيا تصديرا وليس عفوية. أخي كمال، إخراج أبو عياط كان تحت حراسة أعوان الأمن وذهبوا به إلى صبراتة تحديدا، وهناك من رتب له في صبراتة أماكن التدريب والإيواء والدعم اللوجستي في ليبيا، والتحق به كل أعوانه من السلفيين في تونس بعد أن ضغطت الولايات المتحدة على تونس عقب مهاجمة السفارة الأمريكية في تونس. وبالتالي الحديث وإلقاء كل هذه المشاكل على ليبيا هو عاري تماما عن الصحة.